السلام عليكم، مرحبا بكم، وان شاء الله لا فيديو هذه تلقاكم كامل بخير عليكم. وقبل ما نجوزوا للوصفه ديالنا صلوا كامل على حبيبنا المصطفى وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. وصفتنا عنها اليوم هي مسمن بالسميد بدون دلك بدون تعب بطريقه سهله، ما كاش ما اسهل منها. الوصفه اللي راح توفر عليك جهد وتعب كبير. للمبتدئات نقول لكم نحتاجكم كامل معايا اليوم في هذا الفيديو. اما المريضات نقول لكم ربي يشافيكم ان شاء الله. للعاملات نقول لكم ربي يقدركم. يجوا طريين شفافين ومورقين ما شاء الله بمكون سحري اللي راح يعوض علينا عملية الدليك، وزيد على هذا يعطينا طراوة ولون بزاف شباب المسمن تاعنا. يجوا ما شاء الله اللون تاعهم يشهي. هم ليكم كيفاش جاو المسمن تاعنا مورقين ما شاء الله تحفة قمة. وبطبيعة الحال ولا عجبتكم الفيديو فضلا وليس امرا ما تبخلوش علينا بجام وكومنتير في شباب يا شابات العسولات النحولات ديالي، ولما لا البارطاج هكا باش تعم الفائدة وتزيد تكبر عائلتنا. وبسم الله على بركة الله في المقادير ديالنا اللي هي 3 كيلات معمرين ممسوحين سميد النوعية العادية اللي هو النوعية المتوسطة، قصدي مكلامي السميد اللي نعجنوا به كامل الخبابز. 3 كيلات ممسوحين، مغرفة كبيرة سكر، مغرفة كبيرة ملح. هنا بالنسبة للملح والسكر نتوما ولا كيلتو بالكيلة صغيرة نقصوا، يعني ديروا مغرفة صغيرة ملح مغرفة صغيرة سكر. نص كيلة فارينة بنفس الكيلة اللي كيلت بها السميد. هنا في المرحلة الأولانية خلط كامل مواد الجافة مع بعضهم، نخلط كامل المكونات بهذا الشكل. وبنفس الكيلة اللي كيلت بها السميد هي نفسها الكيلة اللي نكيلها ماء. الكيلة الأولانية فرغتها كاملة، الماء يكون عادي حسب درجة المطبخ، يعني ما هو سخون ما هو بارد. فرغتها كاملة. الوصفة هذه تاع مسمم بالسميد لنهار اليوم تصلح بالسميد النوعية الرطبة، كما أنه تصلح بالنوعية المتوسطة كما خدمتها انايا. برك فيها برك مراحل جد مهمة، تبعوا معايا كيفاش لازم تتعاملوا مع النوعية الرطبة اللي هي الاكسترافين. الكيلة الثانية نروح لها غير بدفعات ماشي دفعة واحدة. في نفس الوقت راني لايم العجينة تاعي بأطراف الأصابع كما راكو تشوفوا، مانيش ندلك هكذا. حتى كمية الماء تولي حسب الكيلة اللي كيلتو بها في الضرب الأول، يعني ولا كيلتو بكيلة صغيرة كملوا بها. الكيلة الثانية قلت لكم نروح لها غير بالعقل. وبالنسبة للنوعية الرطبة حبيت نقول لكم أنكم تقدروا تستغناو على نص كيلة فارينة، يعني ديروا 3 كيلات سميد نوعية الرطبة برك، هذا ما كان. ما تزيدوش الفارينة، كما نعرفوا أنه النوعية الرطبة فيها نسبة كبيرة تاع العلك أكثر من النوعية المتوسطة، تستغنوا عليها نهائيا هكذا حتى نتحصلوا على عجينة طرية وفي نفس الوقت ما تتلاصقش بين يدينا. هنا ما تتقيدوش بكمية الماء اللي تشربت لي أنا العجينة تاعي، لأنه كل سميد ودرجة الامتصاص تاعو. كما نعرفوا أنه سميد النوعية المتوسطة يتشرب أكثر من النوعية الرطبة. شوفوا القوام اللي لازم نتحصلوا عليه، نشكلوا أنبودان بين يدينا، يعني عجينة طرية وما تتلاصقش في نفس الوقت. هنا نحطوا العجينة تاعنا في بورت مونجي تكون محكمة الإغلاق، يعني عندها غلقها، ولا قدرة ولا كوكوط، أي حاجة متوفرة عندكم. المهم والأهم هو أنه تكون عندها غطاء باش ما تتعرضش للهواء. نبسط كامل العجينة تاعي في البورت مونجي ونغلق عليها حوالي 45 دقيقة. هنا بالنسبة لنجاح مسمن تاعنا اليوم هو قد ما تقعد العجينة ترتاح قد ما تخدم العجينة روحها بروحها، يعني تطلق كامل العلك تاعها. والمكون السحري الرهيب اللي هو باكي تاع لا ليفور بما يعادل 10 غرام. هنا بالنسبة للكيلة الكبيرة، أما الكيلة الصغيرة ديروا مغرفة صغيرة قهوة، 2 مغارف كبار حتى 3 تاع ماء يكون عادي.
نحلحل فيهم هذاك الباكي تاع الخميره. قلت لكم نتوما ولا درتو كيله صغيره ديروا مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات بما يعادل 5 غرام، يعني نص الباكي. نحلحل هذاك الماء مع الخميره ونوزع كامل هذاك الخليط فوق العجينه اللي كانت ترتاح 45 دقيقه. نتوما خلوها قد ما ترتاح قد ما مليح، وخاصه في فصل الشتاء لازم العجينه ترتاح، اما في فصل الصيف ما يشح تدي معاك وقت طويل. نوزع كامل هذاك الخليط فوق العجينه تاعي ونعاود نغلق عليها ترتاح للمره الثانيه حوالي نص ساعه. قلت لكم هنا قد ما ترتاح مليح. حتى في المرحله الثانيه ولا قدرتوا تخلوها حتى 45 دقيقه يكون احسن، يعني 45 دقيقه الاولانيه زيدوا لها 45 دقيقه للمره الثانيه. نفرغ العجينه تاعي، شوفوا خدمت روحها بروحها ما شاء الله. وكاين مرحله جد مهمه، تبعوا معايا ما نتوقفوش هنا في جميع اسرار نجاح المسمن بدون دلك. هكذا نحاول ندخل هذيك الكميه تاع الماء كامل في العجينه تاعي. شوفوا مسمن بالسميد بدون دلك بطريقه سهله بسيطه، ما كاش ما اسهل منها. ما راكيش راح تعجزي عليه. لا ميثود اللي نعتمدها دائما في المسمن تاعي شاركتها معاكم، جربوها راكو رايحين تعتمدوها. نشف هذيك الكميه تاع الماء 100%، يعني ما لازمش كميه الماء تبان. هكذا شكلتها هكذايا، وعاود حطيتها في البورتمونجي للمره الثالثه ترتاح معانا حوالي 15 دقيقه. بعد ما زدت لها الخميره وارتاحت وهنا نشفتها لازم نحطها ترتاح للمره الثالثه. بعد ما ارتاحت 15 دقيقه عاودت خدمت روحها بروحها ما شاء الله، زادت طلقت العلك ديالها. يعني مسمن تاع نهار اليوم فيه مراحل مهمه اللي تعوض لنا عمليه تدليك اللي هو انكم تركزوا لي على المراحل تاع هذا الفيديو تاع هذه الوصفه، وتزيدوا يعني تدوا فكره على خميره الحلويات اللي راهي رايحه تعوض لنا عمليه تدليك. شوفوا ما شاء الله نشكلها كتله وحده ونوريكم القوام تاع العجينه تاعنا كيفاش ولا. كي تكونوا تلوزوا في العجينه تاعكم تحسوا فيها انديري اللوز يعني معلكه، يعني المسمنات هذا هو ديالي القوام تاع العجينه تاعنا جات ما شاء الله مشلفطه. حتى كي نكون نلوز هكا فيها نحس باللي عندها شلافط، يعني تطرطق. هذا دليل على انه عجينه ناجحه مليار بالمية، ونتحدى اي وحده ما تنجحش معاها الوصفه. اجري اختيتو شمري على يديك وقولي بسم الله ويلا، ما تنسيليش برك دعوه الخير منك. نلوزهم كامل، وكي كنت نلوزهم كنت ندهن دائما يديا برشه خفيفه تاع الزيت اكيد طبعا باش ما تلصقش العجينه بين يديا. كملتهم كامل وحطيتهم يرتاحوا حوالي 5 دقائق حتى 10 هكا باش نبداو نبسطوا فيهم. شوفوا ما شاء الله نجي نفتح المسيمنات تاعي، العجينه تاعي ساير داير والوسط تجي وحدها ما شاء الله تبارك الرحمن. عجينه مطاطيه ما تتقطعش، مع سر رهيب اللي راح تعتمديه وتبهرك النتيجة تاعو. نشكلهم على شكل مربع ونحطهم يرتاحوا حوالي 5 دقائق، نغطيهم بالبابي فيلم نحطهم يرتاحوا حوالي 5 دقائق ونعاود نخدمهم بوغ لا دوزيام فوا باش نبسطهم كامل، يعني نكبرهم في الحجم. واللي ما تعرفش يعني تفتح المسمن تاعها فوق البلون دو ترافاي، نقولها ما عليك غير بالبابي كويسون، يعني تشكلي على شكل مربع وتشدي القيس تاعك يكون اسهل، والحجم يولي اختياري. المسيمنات تاعكم تقدروا ديروهم ما اصغر من هذا الحجم وخاصه للمبتدئات. وهنا بالنسبه للطاجين رشيته رشه خفيفه تاع الزيت، وكنت مشعله الطابونه تاعي اي الفرن مثل تجوايه على نار تحت المتوسط شويه. كل 3 ثواني 4 ثواني عفوا نقلب المسيمنات تاعي. هذا السر من اسرار نجاح المسمن اللي يجي مبنبل وفارغ من الداخل ومورق، هو انكم كل 3 ثواني تحاولوا انكم تقلبوه.
هذا راح يعطيك واحد المسمن يعني مهوي من الداخل يتورق هكذا. نحمرهم حتى ياخذوا تحميرة خفيفة، يعني ماشي نحرقهم، قلت لكم دايما النار تكون تحت المتوسط، نطيبوهم في غرضهم، نعطوهم وقتهم حتى ياخذوا هذا اللون الذهبي الفاتح. نكمل كامل كمية المسيمنات ديالي بنفس الطريقة ونوريهم لكم واجدين معانا شهيتكم في الجنة ونعيمها في صحن التقديم. شوفوا لي هذيك الطراوه الحموريه، واش نقول لكم ما شاء الله، وما كاش قد المسمن مع قهوه حليب. شكون فينا اللي ما يحبش مسمن؟ الوصفات التقليديه تاع جداتنا وامهاتنا ما كاش ما احسن منها، حتى وتحطي الاف الانواع تاع الحلويات يبقى المسمن والاسفنج هو اللي في الصداره. وشكون اللي يوافقني في الراي يقول اوكي. هامليك جاو طريين، هامليك اللي كيفاش جاو ما شاء الله، طريين شفافين مورقين وحميمرين. واش نقولكم، شهيتكم في الجنة ونعيمها. الوصفة اللي راح تعتمديها وتوفر عليك جهد كبير ما كيش حتعجزي عليهم اليوم. شوفوا كيفاش جاو لداخل، ماشي معجنين ابدا، وقد ما تاكلوا منهم ما تشبعوش. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت رضاكم واستحسانكم يا رب العالمين. واللي لحقت معايا لهذه المرحله نقول اختيتو فضلا وليس امرا، واش سهل منك الوصفه تاع نهار اليوم؟ تستاهل منك الدعم باللايك والاشتراك والكومنتار في شباب يا شابات العسولات النحولات ديالي، ولما لا البارطاج هكا باش تعم الفائده وتزيد تكبر عائلتنا. وهذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت رضاكم واستحسانكم يا رب العالمين. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في روحتكم وفي صحتكم. نتلاقاو الى فيديو اخر بحول الله تعالى. استودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم.